بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بإذنك يا رب جايبه لكم ان شاء الله طريقة كرواسون سهلة وبسيطة وناجحة، ومن غير بقى ما تورقي ولا تطبقي ولا اي حاجة، ومن غير زبدة ولا اي حاجة، وهيطلع ان شاء الله كرواسون هش وبصم طبقات كتيرة وحاجة كده تحفة تحفة تحفة. يلا بقى بينا نخش. الأول سموا كده وصلوا على الرسول وتعالوا نشوف احنا معانا ايه. انا هنا معايا كوبايه لبن يعني كوبايه حليب دافيه وكوبايه ميه دافيه. كوبايه حليب دافيه، كوبايه ايه ميه دافيه. معايا بيضتين، معايا حوالي 100 جرام سكر يعني نص كوبايه سكر. معايا رش ورقتين فانيليا. تمام يا حبايبي، يبقى انا حطيت كوبايه حليب، كوبايه ميه دافيه، نص كوبايه سكر، بيضتين، ورقتين فانيليا، كيس خميره فوريه. خلطتهم مع بعض زي ما انتم شايفين كده، وهنسيبهم مع بعض شويه لغايه لما الخميره بتاعتي تتفاعل ونتاكد ان هي ايه سليمه وكويس. الخميره هنا بقى ما شاء الله اتاكدت ان هي كويسه وسليمه. هنخد بقى كيلو دقيق. انت ممكن تعملي لو المقدار كبير عليكي ممكن تعملي نص المقدار. تمام. هنا معايا كيلو دقيق، لازم تنخلوا الدقيق ده كيلو دقيق سايب عادي من السوبر ماركت، اي نوع دقيق متوفر عندك. تمام يا حبايبي. يبقى كيلو دقيق تاني عليه كوبايتين من السوائل، عايزه تحطيهم ميه حطيهم، عايزه تحطيهم زي انا ما عملت كوبايه حليب على كوبايه ميه. جميل. والبيضتين يا جماعه والله مخلين الكرواسون هش وجميل. حطيت بيضتين، حطينا الفانيليا، حطينا كيس خميره فوريه. هنا حطيت كيلو دقيق، حطيت معلقه بودر ممسوحه، حطيت معلقه صغيره ملح. تمام. هنعجنه بقى كل الخليط ده مع بعض كويس لغايه لما الدقيق يخش في السوائل. اعجني كويس جدا. احنا متفقين ان اي مخبوزات من مخبوزات الفرن بتحب العجن الكويس، ماشي، بتحب تتربلها عرق. تمام يا حبايبي. اعجني بقى ايه، هاتي من تحت لفوق كده لغايه لما العجين بتاعك كده يتعجن وينعم معاكي كده ويبقى ايه ما شاء الله مية مية. تمام. هنا بقى معانا ربع كوبايه زيت، بس مش هحطها، هلم بيها في النهايه ايه العجين بتاعي. بصوا من هنا عجنت اهو، نزلت بربع كوبايه زيت على الكيلو دقيق، نزلت بربع كوبايه زيت. طب لو عامله نص كيلو حطي 3 معالق كبيره من هي المعالق بتاعه الاكل. تمام. الزيت ساعه ما هينزل، طب ممكن نحط معلقتين زبده، ممكن تحطي معلقتين زبده، هيبقى احلى وقطع. بس احنا بنشتغله في الحاجات اللي هي المتاحه تحت ايدينا. تمام. في الزيت اول ما هتحطيه هتحسي ان العجينه بتاعتك قطعت. اعجني فيها بس تاني، عجيني 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 لغايه لما الزيت يرجع تاني يتلم في قلب العجينه بتاعتك. هنا بقى ما شاء الله عجنت لغايه لما العجينه بتاعتي ما شاء الله طريه وناعمه وجميله. قسمت العجينه بتاعتي نصين، وهنقطعها بقى ايه دواير حجم البرتقانايه كده. تمام. لان انا ناويه نعمل الكرواسون بتاعي. بصوا انا هنا اهو هنكور وما خمرتش. انا هنا يعني يا دوبك عجنت، قطعت العجين زي ما قلت لكم، ما خمرش ولا اي حاجه. وهنقطعه الايه الكرواسون بتاعنا. هنعمل كل يعني قطعيه من اللي انا قطعتها ده على حسب كيلو الدقيق هيقطع معايا ايه الكور هنشوفه. تمام. احنا قلنا هنقطعه الكرواسون بتاعنا حجم ايه البرتقانايه كده اللي هي المتوسطه. بعد ما هنقطعه الكرواسون اللي معانا اللي هو اللي على كور كده حلوه، هنسيبوها بقى ايه ترتاح حوالي 10 دقايق عشان لما نيجي نفرده فيها يعني ما تدوخنيش وما تتعبنيش. تمام. اهم حاجه ان انت تريحيها، انا مش هنخمرها، يا دوبك هنريحها حوالي 5 دقايق 10 دقايق عشان لما اجي افرد الكرواسون بتاعي تبقى العجينه بتاعتي مرتاحه وتتفرد معايا بسهوله. تمام يا حبايبي. صلتوا بينا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. حطيتوا لي اللايك ولا لسه سرحانين؟ انزلوا حطوا لي اللايك. ولو انت لسه جديده اشتركي لي في القناه، اكتبوا لي تعليق حلو كده وصلوا على النبي كده في التعليقات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. بصوا بدخلوا العجينه كده في ايه في قلب بعض واعملوا كوره كده حلوه. هنا انا عملت كيلو الدقيق بتاعي اهو، قطعته الكور زي ما انتم شايفين كده. هغطيه وزي ما قلت لكم هسيبه حوالي 10 دقايق عشان لما اجي افرد ما يبقى تبقى العجينه مرتاحه ايه وتبقى سهله معايا في الفرد. هنا انا معايا طبق رشيته دقيق، ورشيت الرخامه بتاعتي نضيفه وزي الفل، رشيتها ايه رشه دقيق من تحت ومن فوق. تمام. هنفردوا العجينه كده حوالي ايه دايره يعني على شكل دايره صغنن كده. تمام. وهنحطها ايه على الطبق ما بين كل بقى كرواسونه وكرواسونه هندهنه دهنه سمنه. عندك زبده ادهني دهنه الزبده هتورق معاكي وهتبقى جميله. بس والله السمنه كانت جميله فيها ومورقه وشبه الفطير وكان جميل. تمام يا حبايبي. اشتغلي بالمتاح في ايه في بيتك وفي ظروف بيتك، وبجد بجد بجد والله انا يعني
انا ابني الصغير كان واقف جنبي كان بيساعدني وكان فرحان جدا. يعني العجين في البيت حاجه بتفرح، ريحه العجين في البيت خير يا بنات. ان شاء الله لو هتعجني نص كيلو بجد بجد والله والله ما هياخد معاكي وقت، وفي نفس الوقت هتعملي حاجه نظيفه وجميله. تمام يا حبايبي. انا هنا بفرد زي ما انتم شايفين كده كل قرصه والتانيه، واحط يعني حاولوا تخلوها كلها قد بعض. حاولي تخلي ايديك وانت بتفردي العجين قد بعضه. تمام. ما بين كل دهنه ودهنه ويعني كل كرواسونايه وفطيره وفطيره بترشي ايه حتى رشه سمنه. تمام. بس من تحت ما تحطيش سمنه، بتحطي رشه دقيق. بصوا زي ما انتوا شايفين. طب انت عملتي الكرواسون بتاعك الواحده هتعمليها قد ايه؟ انا هنا دم معايا 10 فطاير، عديت 10 كور زي ما انتوا شايفين كده، وبفرد زي ما انتوا شايفين كده، وبحاول بخلي الرقات بتاعتي قد بعضيها. هتلاقوها بقى بعد كده ما شاء الله شبه الفطير مورق كده وحاجه تحفه. بصوا العجينه ما شاء الله مرتاحه معايا، بتتفرد بسهوله ازاي. والعجينه بجد بجد كانت تحفه وريحتها جميله جدا. وما تخافوش من البيض، هتقولوا البيض هيزفر او لا لا والله بجد مفيهوش ريحه زفره خالص، بالعكس الفانيليا عاطيه ريحه جميله. دي بقى اخر طبقه معانا، هنرشها دقيق مش هنرشها سمنه، وهنيجي مغطيينها بكيسه زي ما انتوا شايفينها كده، وهندخلها. انا دخلتها الفريزر حوالي ساعه عشان خاطر السمنه بتاعتي ترجع تجمد، وساعه ما نيجي نفرق الطبقات بقى بتاعتي كده ايه تبقى مورقه وجميله. بصوا بقى بقيه العجينه حبيت اعمل لاولادي كده اشكال وافرحهم. عملت شكل الضفيره ده. طبعا انا خايبه في الضفاير عشان انا ما عنديش بنات، بس حاولت ايه وعرفت عملتها باذن الله. بصوا انا عملت ايه، فردت العجينه زي ما انتم شايفين كده بالطول، ورحت عاملاها كده ايه لفها كده رول، ورحت ايه قافله على هو بص اللفه بتاعتي قافلاها كويس جدا زي ما كنا عاملين في العيش الفينو. بصوا طلعوا الهواء كده في العجين ولفي وبرومي كده، وارجعي الحته اللي انت هتقفلي منها اقفلي كويس جدا عشان العجين بتاعك ما يفتحش، وابداي بروميها. هتعملي الضفيره 3 ايه ضفاير من دي. بصوا طلعوا الهواء وارجعي اقفلي كويس جدا وبرومي. هتبص هتجيبي بقى من تحت اللي انت قافله عليها دي الحته دي من تحت، وابداي بقى قفلي على الضفيره من كويس من فوق ومن تحت. بصوا انا هنا كنت يعني ايه بحاول اعمل الضفيره، جت معايا في النهايه بس انت ايه ان شاء الله هتعمليها احسن مني كمان. بصوا حجم الضفاير هنا كانت صغننه ازاي، بعد ما هتتساب تخمر هتلاقوها ما شاء الله حجمها انا عايزه اقول لكم يا بنات بعد ما خلصت طبقات الكرواسون رجعت لميت العجينه ايه شبه الكوره، شبه ما بنعمله الفطير. ليه؟ علشان خاطر الطبقات بتاعتي ما تفصلش عن بعضيها. تمام. هنا انا اللي طلعت العجينه بتاعتي يا دوبك قعدتها نص ساعه في الفريزر، وحطيت رشه دقيق من تحت ومن فوق، رشه حلوه كده علشان ايه الكرواسون بتاعي ما يلزقش على الرخام. تمام. هتبداي بقى تفردي من مره على الجنب ده ومره على الجنب ده عشان تكوني متاكده ان الطبقات كلها قد بعضيها. تمام يا حبايبي. بصوا ما شاء الله بتتفرد معايا ومرتاحه وجميله. بصي وسيبي فيها سمك كده ايه حلو عشان وانت بتاكلي الكرواسون بتاعك ما يبقاش ناشف، يبقى طري وجميل. ويا سلام بقى لو انت عندك حشوه وعايزه تحشيه هيبقى احلى واطعم بكتير، بس انا النهارده حبيت اعمله ساده. هتقومي الصبح تفطري معاه بشاي بلبن، عايزه تفتحيه كده وتحطي تحشيه جبنه هيبقى جميل، عايزه تحشيه نوتيلا مربى هيبقى تحفه. تمام يا حبايبي. انا هنا بقى هتبداي تفتحي الكرواسون، هتعملي له الفتحه صغننه كده وتبداي بقى ايه تبرمي وتسيبيه بقى يخمر. الحجم ده بيتضاعف حجمه وبيبقى ما شاء الله كده مليان هوا كده هش وجميل. بصوا زي ما انتوا شايفين كده الطبقات حاجه كده تحفه. بصوا حاجه تحفه والله بجد بجد فظيع فظيع فظيعه، وريحته كانت جميله جميله جميله. من عجينه واحده عملت الضفاير اللي انا عملتها قصادكم، من عجينه واحده عملت العيش الفينو، من عجينه واحده عملت الكرواسون مع اختلاف طبعا الطريقه. يعني بصوا عجينه ناجحه مليون المية، حاجه كده جميله جدا. بص بدايه بقى ايه يعني طولي فيها كده عشان دي هي اللي هتديك الطبقات اللي انت ايه بتحبيها في الكرواسون. التوقيت ده لو انت عندك شوكولاته اللي هي بتاعه المطبخ دي هتسيحيها وتحطيها في كيس، وتبداي كده ايه تعملي فيها يعني تعمليها ايه بالكيس كده ايه تنزليها شبه الكور وتدخليها الفريزر وتحشي بيها. عندك نوتيلا احشي بيها، عندك جبنه مثلثات احشي بيها، جبنه خزين اللي عندك احشي بيه هيبقى جميل جدا في الكرواسون. تمام. انا هنا معايا صفار بيضه، قلت ايه ادهن بصفار بيضه وادهن بالايه باللبن واشوف ايه اهنه احلى. تمام.
بصوا الكرواسون ما شاء الله، الله اكبر، حجمه اتضاعف، وكان بصوا هش جدا وطري جدا، وكان حاجه تحفه تحفه بجد. حطيتوا اللايك ولا لسه؟ انزلوا حطوا لي لايك بقى. على قد التعب اللي انا تعبته معاكم في الكرواسون عشان اجيب لكم ايه طريقه كويسه وجميله. بجد بجد لو عملتيه في البيت مش هتشتريه من بره تاني. وطبعا المدارس داخله اهي، كل سنه وانتم طيبين. يعني لو عملتوا الحاجه دي اولادك يعني خدوها معاهم في المدرسه، حاجه جميله جدا ومغذيه، وحاجه انت ضمناها في البيت. يعني انت لو عملتي منها كميه وحطيتيها في الفريزر، الف سلامه يا حبيبتي، وحطيتيها في الفريزر وطلعتيها من بالليل في التلاجة، هتفك، هتقومي الصبح يعني عيلك هياخد في الكيس معاه، هياكلها اكنها لسه معموله حالا. هنا بقى دهنت الضفاير اللي انا كنت عاملاها، بصوا ما شاء الله حجمها اتضاعف ازاي وبقت حاجه كده تحفه. دهنتها هنا حليب، هرشها سمسم. بجد بجد كانت تحفه وطريه كده وهشه ومورقه وحكايه بجد بجد. حبيت اقول لكم انا لما بطلع العجين من الفرن بحب اديله دهنه، يا رش دهنه زيت يا سمنه، بتخلي العجين بتاعك كده بيلمع، وبتديله، انا بندهنه دهنه سمنه، وبالذات لو في حته سمنه بلدي بتخليهولك طعمه جميل جدا، بتديهولك لمعه وحاجه كده جميله. رشي بقى رشه سمسم، عايزه ترشي رشه حبه البركه اللي عندك في البيت، اعمليه فرحي بيه ايه ولادك. ايه رايكم بقى في الطريقه؟ بجد والله يا بنات يعني ما شاء الله الكرواسون نجح جدا. عملته معاك الباتيه كان ناجح جدا، العيش الفينو الاقتصادي كان ناجح جدا. والله بجد بجد الحاجه اللي انا بنعملها بتبقى جميله جدا ومقاديرها مظبوطه وجميله. انا هنا الضفاير بس خدت من لون من على الوش بس، والله كانت طريه وجميله. بصوا زي ما انتم شايفين كده العجينه ملبن في ايدي، حرفيا حرفيا حاجه تحفه. بصوا الكرواسون حاجه تحفه. هفتحه معاكم بقى واوريكم قد ايه هو مورق وهش في نفس الوقت. بصوا قد ايه الطبقات باينه فيه، بصوا بصوا كميه الطبقات اللي في الكرواسون. والله بجد 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 تحفه تحفه بجد، يعني مش مكتوم ولا حاجه، هش جدا وجميله. بصوا الضفيره بتاعتي دي بقى كانت جميله وعجبت الولاد جامد. بصوا قد ايه هي طريه، بصوا جميله. ولو عايزين تحشوا كمان الضفيره دي هتبقى جميله برضه. بصوا العيش برضو كان طري وجميل. العجينه يا بنات والله بجد حكايه، وما تخافيش من البيض في العجين، ما بيبانش طعمه خالص، بل بالعكس ده يعني هيدي لولادك قيمه غذائيه. لو عجبكم بقى الفيديو بتاعي ما تنسونيش في اللايك والشير والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. ومع السلامه يا اغلى اخوات.